من رؤيتي للزيارات الخاصة برؤساء الدول لأي دولة، دايما الرئيس بيكون بيحمل هوية أو ثقافة الدولة اللي هو يعني بيجي منها يعني. وخاصة لما تكون دولة مؤثرة وقوية زي فرنسا. ما ننكرش إن فرنسا هي سابع أقوى اقتصاد في العالم، ودولة مؤثرة جدا في محيطها وخاصة في الاتحاد الأوروبي، ودولة عضو في مجلس الأمن، عضو دائم في مجلس الأمن، ودولة نووية في بكل المعايير، ودولة لاعبة في الاتحاد الأفريقي. تاريخها مرتبط ارتباط جذري، سواء كان حتى في التاريخ المصري فترة القرن ال 18 وال 19 وقرن ال 20. فكل ده له دلالة كبيرة جدا، دلالة إن فرنسا دولة قوية جدا بتتعامل من منطلق انها بتتعامل مع دولة قوية في محيطها الا وهي مصر. فرنسا لو هنتكلم في الفترة السابقة خسرت كتير جدا في افريقيا وعلى ارض الواقع المتابع للشأن الفرنسي، فكان لابد ان يكون في بديل قوي ومنفذ للدخول لافريقيا، وخاصة لما تكون الدولة دي دولة عربية مؤثرة في محيطها، وكانت طبعا مصر هي المدخل لبوابة افريقيا لاسباب كتيرة